كورس مجاني. الكورس المجاني ده هعلمك فيه ازاي تعملي العيش البلدي المصري زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنعمله مع بعضينا بالكوبايه وبالجرام. الناس اللي بتحب تشتغل بالكوبايه هتلاقي الوصفه موجوده، والناس كمان اللي بتحب تشتغل بالجرام يعني بالميزان هتلاقي برضو الوصفه موجوده. هقوله لكم بطريقتين سهل واسهل من بعضيهم، وان شاء الله هنشتغل مع بعضينا من بدايه الفيديو لنهايه الفيديو. كله معلومات ان شاء الله تطلعي مستفاده، هتطلعي واخده كورس مجاني من غير ما تدفعي فيه ولا شيلن، وان شاء الله تتعلمي فيه العيش المصري باسهل طريقه مع بعض. الفيديو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كله معلومات وممتاز جدا. اهو زي ما انتم شايفين العيش من جوه بسم الله ما شاء الله، لا فيه لبة عجين زياده، ولا الرغيف مش مرتاح، ولا الوش رقيق والقعر تخين، ولا اي حاجه خالص اللهم بارك. والرغيف طري جدا، وحاجه بجد بجد تتشرفي بيها وتحطيها على الطبليه او على السفره بتاعتك لاي ضيف يخش عليك. تعالوا هنسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على اليك واصحابك اجمعين. عندنا 2 كيلو من الدقيق، انا وزناهم قبل التصوير، وهوزن برضو معاكم كيلو علشان اتاكد معاكم. في المرحله دي انا بعمل بالكوبايه اللي هي بتشيل 120 جرام. تمام اهي. هبدا اوزن زي ما انتم شايفين كده بالظبط. الكيلو هنعايره بالكوبايه، وفي الوقت نفسه انا بوزنه. يعني تعرفي لو انت عندك دقيق في الشكاره هتبداي تعايري بيه الكوبايه على عدد الكوبايات اللي هي توزن معانا كيلو او 2 او 3 كيلو، علشان تعرفي انت هتعملي قد ايه. هنا الكيلو معايا، حطيت الميزان، حطيت عليه الطبق وصفرته، وبعد كده كيلت مع بعضينا. حطيت 7 كوبايات، ودي 8 كوبايات، ودي الكوبايه التاسعه نصها بس واقل من نصها. يعني بياخدوا معايا 8 كوبايات وحوالي 3 معالق او 4 معالق دقيق. ده كده بيبقى كيلو. تمام. الكيلو التاني انا وزناه الطبق 200 جرام، والكيلو هو الكيلو. الطبق طلع معانا كيلو و200 جرام. الدقيق كيلو، والطبق نفسه وزنه 200 جرام. تمام. يبقى احنا كده عندنا الكيلو 8 كوبايات ومعلقتين او 4 معالق دقيق. تمام. وما تدكيش الكوبايه قوي وانت بتكيلي. حطيت معايا جوز اكياس من الخميره الفوريه، يعني كل كيلو معلقه خميره حلوه، وحطيت معايا جوز معالق من الملح كمان. تمام كده. هبدأ بقى المية بتاعتي في الشتاء بحط مية دافية، في الصيف بحط مية من الحنفية عادية خالص. لو لقيتها نازلة من المواسير سخنة قوي او نازلة من الحنفية سخنة قوي، بحاول ان انا ارطبها شوية في الصيف عشان العجين بتاعي ما يتبشمش قوي. تمام. يبقى كده ال2 كيلو دقيق هياخدوا معايا 8 كوبايات من المية، بس انا مش هحط ال8 الكوبايات. ليه بقى؟ علشان انا ممكن الدقيق عندي ياخد سوائل اكتر او ياخد سوائل اقل، فانا بحط ال7 كوبايات لل2 كيلو دقيق، والكوبايه التامنه دي بخليها بره، بسقسق منها نزل يعني حاجه بسيطه بحاجه بسيطه كده، معلقتين ميه بمعلقتين ميه لغايه ما اظبط العجينه بتاعتي. عموما ليكم انتوا عشان يبقى سهل عليكم، في الصيف بحط